السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يا ريت تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو ما كنتش لسه اشتركتي عشان يوصلك كل فيديو جديد. فيديو النهاردة كل البنات بتحبه، فيديو من اهم الحاجات. انا بدأت شغل جديد، عاملة جروب وببيع فيه ادوات منزلية وكده، وهعرض لكم الشغل وكده. الاسعار حلوة قوي والحاجة حلوة وخامتها حلوة قوي، معنا صح رفايع وحاجات تخص العروسة وكده. تعالوا شوفوا معايا الرفايع والحاجات الجديدة اللي بتطلع علشان نعرف مع بعض ايه. اول حاجة معانا وهو طقم المعيار ده، زي ما انتوا شايفين كده، هو 3 مع بعض، الطقم على بعضه. هو بيجي في الكرتونة دي كده، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. خامته حلوة جدا، هو اكريليك وده المعيار بتاعه. معلش اجيب لكم واضح شوية، انا مش عارفة انتوا شايفينه ولا ايه. هو كده 3 احجام مختلفة بالشكل ده، حلو جدا وشكله ممتاز وحلو قوي، وخامته اكريليك نظيف. مبروك على صاحبته، تتهنى بيه يا رب. الحاجات اسعارها حلوة قوي. الطقم ده كان عامل حوالي 220 225 في الحدود دي، تمام. عشان خاطر نكون مع بعض كده، معلش بقى انا هدخل الحاجة معاكم يعني، عشان بصراحة خايفة لا كوبيا تصحى. تاني حاجة معايا هي علب الخزين. في علبة الخزين دي ممكن كلكم يبقوا عارفينها. هي بصوا، هي متقسمة من جوه بالشكل ده، 4 خانات كده، وكل خانة لها فتحة من هنا اهو، زي ما انتوا شايفين مع بعض كده. وهي من هنا هي بتشيل يعني 200 و500 مللي، يعني 2 كيلو ونص، تمام. يعني كل واحدة من دول بتشيل نص كيلو. وده هنا المعيار اهو. بصراحة خامتها حلوة جدا وبلاستيك صحي، انا مش عارفة انتوا هتشوفوا العلامة ولا ايه. اهو خامتها ممتازة 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 بمعنى اصح يعني، وحلوة جدا وفكرة حلوة. يعني ديت ممكن مثلا احط في واحدة عدس، في واحدة مثلا فاصوليا، في واحدة لوبيا، او ممكن مثلا اعملها لذرة الفشار، الفنكوش، الحاجات دي، تمام. هي حلوة قوي وما بتاخدش مكان خالص، يعني هتلملي 4 انواع بقوليات ومش هتاخد مكان، تمام. خلينا نعرض كل علب الخزين. وبرده في علبتين الخزين دول، بصوا بصراحة انا مش هقدر ان انا افتحهم عشان خاطر صاحبتهم. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هي اهي، هي خامتها حلوة قوي، ومن هنا ليها فتحة كده، تمام. وطبعا هي بتتخلع تتعبى وكده. دي بقى للمكرونات، هي كانت طالبة 2 كبار و2 صغيرين، تمام. برضو يعني دي بتشيل حوالي كيلو او كيلو وشوية يعني، ودي بتشيل حوالي نص كيلو كده يعني، تمام. بس انا مش عارفة بصراحة بس هي خامتها حلوة وبلاستيك صحي طبعا. يعني دي يعني حاساها ان هي قريبة من الاكريليك شوية، تمام. اهو هي طلبت ال4 دول، خليني بقى ان انا اشيلهم، تمام. معايا بقى الميزان ده
ده ميزان، الميزان الحراري، ميزان معلش ميزان بالجرامات للمطبخ وكده، لو انت بتحبي ان انت تظبطي كل حاجه بالجرام. هو اهو، بس هو مفيهوش حجاير. ايوه، هو عايز حجاره علشان خاطر كده هو مش شغال. تمام، هو اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده. تمام. وايه تاني؟ خلينا نجيب كذا حاجه مع بعض كده. وفي ده ورق الزبده، ده ورق الزبده الغذائي، ده 40 سنتيمتر في 10 متر، يعني الربطه دي على بعضها كده ب40 ب10 سنتيمتر. اللي انا قلتلكوا على المعيار، علبه البقوليات المتقسمه ب100 جنيه، الميزان ب120، علب البقوليات الكبيرة 45 والصغيرة 35. تمام. وده الكبير، ده الحجم الكبير، ده عامل 40. تمام اهو. بصوا السمك بتاعه كتير يعني. تمام. وهنا ده طقم الفوط، طبعا غنية عن التعريف، انا بحب الفوط دي قوي وبجد ممتازة في تلميع الرخام. تمام، يعني هي فيها 5 قطع. تمام زي ما انتوا شايفين كده، كل عارف. ده بقى منظم الشنط، مش عايزه بس افتحها. زي ما انتوا شايفين كده هو بينظم الشنط، 3 شنط هنا و3 شنط هنا، وتعلقها في الدولاب. حلو جدا ومنظم ممتاز، وشايفه ان هي فكرته حلوه يعني. تمام. ايه تاني معايا؟ معايا برضو المشابك. طبعا مفيش بيت يقدر يستغنى عن المشابك. تمام. ديت المشابك الخشب اهي، زي ما انتوا شايفين كده. الباكت من ده عامل 20. تمام. والمشابك البطانية البلاستيك بصراحة حلوة قوي، وخامتها تقيلة وجامدة، يعني خامتها جامدة وتقيلة. دي المشابك البطانية. تمام. برضو 2. دولت بقى 4 بولات كده للصوصات، زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين معايا كده، هما 4 كده للصوصات، 1 2 3 4 اهو. شكلهم حلو قوي للصوصات بقى، مايونيز، كاتشب، وممكن تحطي فيه توابل مثلا الكمون والفلفل وكده. تمام. تاني خلينا نشوف ده. اللي انا بقى كنت خايفه منه واللي اتوهمت حرفيا بخامته وشكله كده، هي طقم الصواني ده. حرفيا شكله تحفه، انا مش عارفه هو من ثواني. ايوه اهو. بصراحه حلوه قوي. هما 3 صواني خشب. خليني اطلع لكم الصينيه الصغيره اللي شفتوها. بصراحه خامته حلوه قوي وتقيل كده ومحمل، يعني انا مش عارفه. بصوا من ورا، يعني بصوا، يعني هو اصلا طبقتين. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا دي رسمته. تمام. يعني الطقم ده يعتبر والله ببلاش، وهنا الايد كمان ممسوكه بمسامير. يعني الطقم ده والله يعتبر ببلاش، 3 صواني وخشب تقيل ومحمل كده. ده عامل 130 بصراحه، ببلاش حرفيا يعني. تمام. هو ايه؟ تمام. هو 3 مع بعض كده، زي ما انتوا شايفين معايا كده ايه في الصورة. تاني حاجة معانا بقى الصينية دي اهي. بصوا انا مش عارفة هي ثواني. بصوا اهي، دي صينية فيها علبة مناديل. تمام. وصينية تسالي، يعني دي متقسمة. تمام. دي متقسمة
بقى تحطي فيها، يعني دي حلوه جدا عندها اطفال، لو عروسه مثلا وعايزه تحافظ على اللي هي البورسلين او الازاز بتاعتها، تجيب حاجه زي دي جدا شيك. وعلى فكره هي محمله وتقيله، يعني هي مش خفيفه. تمام. او تحطي علبه المناديل مثلا في مناسبه عيد بقى، اي مناسبه عندك، عيد ميلاد، اي احتفال موجود عندك، وتحطي مثلا الشوكولاته، اللب السوداني، الحاجات دي. تمام. وهي بصوا من ورا، هي برضو بصوا هي محمله، يعني هي والله خامتها حلوه قوي بالنسبه لسعرها، ببلاش. يعني هي عامله 65 بصراحه، يا بلاش. مبروك على صاحبتنا طبعا، وتتهنى بيها. تمام. ومعايا برضو هنا الطقم اللي هو الطقم التوابل الدوبر ده. بصوا هو اهو. انا مناش عارفه ان انا اتحكم في فتحه، يعني انا بصوا خلينا نفتحه من فوق. تمام. ونبقى ندخله تاني وكده. تمام. بصوا انا هطلع لكم خانه واحده بس منه علشان ما الدنيا ما بصوا هو اهو، هو من هنا كده اهو، هو اكريليك. تمام. وكده هو بصراحه حلو قوي. هو 1 2 3 4 5 6 علب. حلوه قوي ان هو يحفظ لك التوابل الاساسيه، وشكله حلو وجميل قوي على الرخامه بتاعتك. تمام. ده كان عامل حوالي 65 برضه. تمام. في منه بقى الثلاث ادوار اللي بيلف وكده، بس ده يعني الحاجه العمليه وكده. في معانا هنا بقى الترابيزه دي ترابيزه، ده ديسك بيبي، ديسك سكول، يعني للاطفال علشان خاطر يذاكروا عليه ويكتبوا الواجب وكده. هي بصراحه الكيسه اتقطعت مني، ودي الرجول بتاعته بصراحه خامته حلوه قوي، والبلاستيك بتاعه جميل قوي، وشكله ولونه ورسومات وتفرح، تخلي الاطفال تتشجع ان هي تذاكر. وهو معاه قلم هنا بس طبعا هو ملزوق. ودي سبوره برضو تقدر يقدر الطفل يعني ان هو يرسم عليها، يكتب عليها كده. بصراحه هي ممتازه ممتازه ممتازه، وسعرها يعني مفيش 100 جنيه. يعني ال100 جنيه دلوقتي مش تمن حاجه اصلا ان انا اجيب حاجه زي دي لابني او بنتي تلعب تذاكر عليها وترسم عليها وكده، يعني حلوه قوي. تمام. معلش ثواني بس وهرجع لكم تاني معلش، عشان خاطر الحاجه كانت بعيد بس. وده بقى التربو الدوار. بصوا هو ده شكله اهو، عارفينه بيتحط على الرخامه، تحط عليه بقى التوابل، الصوصات، ازايز الزيت، وازايز الصوصات وكده، والزيوت والخل والحاجات دي. بصراحه حلوه قوي وخامته حلوه قوي، وهو بيلف 360 درجه. خليني اطلعه معاكم واركبه معاكم. بصوا هو بيجي بالشكل ده كده. تمام. ودي الرجول بتاعته. بصوا هو بيلف كده، هو 3 ادوار، وهو من هنا كده بالشكل ده. يعني هو بصوا وخامته تقيله قوي. تمام. يعني خلينا كده مثلا نركبه مع بعض. يعني هو بصراحه يعني انا كنت مركباه بس فكيته تاني. هو بصراحه هو شكله حلو وعملي، وهيلملك حاجات كتير قوي على الرخامه. يعني انت بدل ما تجيبي رف بس للتوابل، ممكن ان انت تجيبي
ده هيلم معاكي بقى التوابل والزيوت والصوصات والحاجات دي كلها اللي بنحتار نحطها فين وبتركب لنا الرخامه وكده. بصوا اهو، هو ده شكله. انا مش عارفه بصراحه، انا مش عارفه بصراحه. بصوا اهو هو بيلف كده. تمام، خليني بس ارفع لكم كده اهو، ده العلو بتاعه على الرخام. هو بيلف بالشكل ده. وحاجتك بقى احلى حاجه فيه بقى ان هو بيلف ايه اي اتجاه انت عاوزاه. انت مثلا لو اللي انت حاجه اللي انت عايزاها مش هتمدي ايدك وتشيلي بقى، لا انت هتلف كده وتاخديها. بصراحه حلوه قوي وخامته حلوه قوي وممتاز جدا. وسعره برضو بسيط خالص، يعني سعره مهوش حاجه. هو عامل 150. فان انا اجيب حاجه زي دي تلميلي كراكيب كتير وحاجات كتير قوي، وكمان علشان خاطر الرفوف ما تلزقش عندي وكده. الرفوف اللي انا الرفوف بتاعه المطبخ وكده، لا دي حاجه يا دوبك. وهو بيتغسل طبعا وبتقدري ان انت تمسحيه. يعني بصراحه ممتاز وحلو قوي وارشحه لاي حد. تمام، خلينا بس نحطه في كرتون. ايوه بالظبط كده، بالظبط كده. وعلى فكره هو كمان ينفع للتسريح. يعني بصوا انا هوريكم. بصوا، وممكن كمان تستخدميه كرف واحد، ممكن تستخدميه رفين. يعني بصوا، وللمواد الغازيه والحاجات دي ممكن تحطيه على التسريح. هتحطي في عليه البوتل سبلاش والبرفانات والحاجات دي. ممكن تستخدميه هنا رفين، ممكن تستخدميه رف واحد طبعا، اللي يريحك واللي يناسبك واللي انت عاوزاه. هنا بقى مع بعض كده طبعا ديت غنية عن التعريف ومشهورة دلوقتي قوي، اللي هي الشرشوبة المساحة المثلث دي. بصراحة حلوة قوي وفكرتها رائعة وممتازة. ومساحة حوائط كمان، تقدري ان انت تمسحي بين الحيطة وكده والسقف وكده. هي طبعا الدراع بتاعها طويل، بس انا هطلع لكم بس الايه اللي هي الاساسية، مش هطلع لكم الدراع وكده. بصوا اهي يعني بصوا هي اهي. تمام كده، وبتتلم كده. يعني بصوا كده بتعصر كده. تمام، تشدي كده وتقوم جايه عصره معاكي زي ما انتوا شفتوا كده معايا. نرجعها بقى في الكيسه بتاعتها صح زي ما انتوا شايفين مع بعض كده. طبعا هي حلوه جدا وفكرتها حلوه جدا، ويعني وهي سعرها بسيط خالص. هي سعرها عامل 185. طبعا هي ممتازه ورائعه مفيش كلام طبعا. وبالنسبه لسعرها هي حلوه يعني. اخر حاجه معانا بقى وهي الجردل ده الموت زي ما انتوا شايفين كده. مش عارفه واضح لكم. بصوا هو بس هو لونه غامق شويه اهو. بصوا ده ممتاز. يعني انا كنت انا جبته قبل كده بس من كذا سنه لمرات اخويا. وبصوا هو من هنا في فتحه ايه عشان تصفي الميه وكده. بس هو طبعا الحاجات بتاعته جوه. تمام، يعني هو الحاجات بتاعته هنا كده جوه كده. تمام، طبعا هو حلو جدا وممتاز جدا. وكنت جايباه لمرات اخويا، ومرات اخويا كانت عماله بتشكر فيه جدا جدا كمان. هو حلو قوي. وطبعا في منه الغالي وفي منه الرخيص وفي منه المستورد وفي منه المصري وفي منه انواع كتيره جدا. بس طبعا كل حاجه بسعرها. يعني بالنسبه للعروسه لا طبعا ما تجيبيش ده. في حاجات تانية احسن من كده. بس بالنسبه لست البيت اللي هي هاتي حاجه يعني ايه تكون شيك شويه وحلوه شويه. لكن بالنسبه لست البيت اللي عاوزه حاجه يا دوبك ايه يعني
تقضي الغرض دلوقتي على القد. وطبعا في ستات بيوت بتجيب، يعني في ناس ما بيجيبوا كده. ده عامل 225. طبعا سعره حلو قوي، وخامته البلاستيك بتاعه رهيب ممتاز وحلو جدا جدا جدا. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى ان هو يعجبكم، واستنوا فيديوهات من دي كتير قوي. بس ادعولي ربنا يرزقني، واشتركوا في القناه وفعلوا زر اللايك، لان زي ما قلت لكم ده مصدر رزق الوحيد. وطبعا الحاجات دي طبعا ديت يعني حد طلب تمام، محدش طلب خلاص. واشوفكم على الف خير في فيديو جديد، بفكرة جديدة، بيوم جديد. مع الف سلامة. وياريت تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس، وتسيبولي الكومنت بتاعكم الجميل. مع الف سلامة.